اسمي عمر. تزاديت في عائلة ميسورة، والدي كان تاجر كبير وكل ما بغيته كنت كنلقاه قدامي. في عمري 6 سنين دخلت مدرسة عمومية. كان هذا قرار من الوالد باش ندمج مع ولاد الشعب، حيت خويا الكبير اللي قرا في مدرسة خصوصية ما كتقدرش يولي اجتماعي، وبابا ما بغاش هادشي تعاود معايا. في المدرسة كنت كنشوف راسي بزاف وكنت كنضحك على بزاف ديال التلاميذ، خاصة منير اللي كان حالته صعيبة بزاف. كان ديما لابس سروال مقطع وصباط بلاستيك. انا وصحابي كنا كنضايقوه وكنعيطوا ليه الخواف. كان كيشوف فينا بعينين حزينة وكيبكي ويمشي. هذا التعامل بقى معايا طوال المرحلة الابتدائية. ملي سالينا منير مشى الإعدادية أخرى وما بقيت شفتو. دوزت 30 عام من ذاك الوقت، واليوم في عمري 36 سنة حياتي تبدلات بالكامل. الوالد ديالي مات الله يرحمه وأنا في عمري 21 سنة، ومن بعد وفاته كل شي تبدل. بقينا أنا وخويا وماما غارقين في الديون، ووسائل الراحة اللي كانت عندنا ما بقاتش. القراية ديالي ما كملتهاش حيت كنت ديما كنعتمد على والدي، وفي عمر 18 سنة حبست القراية وبديت كنبيع الحوت. كانت حياة صعيبة، نهار مزيان ونهار مافيا ما يتشاف. في عمري 25 سنة تزوجت جارتنا وجبت معاها 2 وليدات وربيتهم بكل حب. ولكن القدر بغى يعاود التاريخ. ولدي الكبير أنور بدا كيتعرض لنفس التنمر اللي كنت كنديرو أنا في صغري. صحابو كانوا كيضحكوا عليه حيت ما عندوش بزاف ديال الحلوى ولا الأدوات. نهار شفت ولدي كيبكي ذكرت منير بحزن كبير. فهمت الإحساس بالضعف والعجز اللي حس بيه. تمنيت لو يرجع بيا الزمان باش نعتذر ليه ونرجع ليه كرامته. هذا الإحساس بالذنب خلاني نمشي عند الأستاذ باش نلقى حل، لكن ما لقيتوش. في اليوم الموالي مشيت عند الأولاد اللي كيتنمروا على ولدي وحضرتهم بطريقة صارمة ولكن مؤدبة. في الصباح خرجت باش نجيب الحوت ولقيت 2 من العائلة ديال دوك الولاد. تهموني باللي خوفتهم وضربوني بلا رحمة حتى تعطلت رجلي وما بقيتش كنقدر نخدم لمدة عام. كنت كنحس باليأس حيت كنتعامل مع ناس عندهم معارف قوية وأنا مول الحوت ما عندي حتى حد. كنت باغي نتراجع على الدعوة، ولكن مراتي شجعتني وقالت لي يقولوا عليك جبان، خليك متمسك بالحق واللي كتبات تكون. وصل يوم الجلسة، دخلت أنا وعائلتي. كنت كنحس بالضعف، ولكن القاضي استمع لنا كلنا بما في ذلك الشهود. في النهاية حكم بحبس المعتدين لمدة 3 شهور وتعويض مالي لي. الحمد لله على هذا الإنصاف اللي حسسني أن الحق ديالي يرجع، وأن الفلوس ماشي هي اللي كتحكم على القيمة ديال الإنسان. ملي خرجنا من المحكمة شفت عائلة المعتدين كيدابزوا مع المحامي ديالهم، وأنا بقيت كنتسنى القاضي برا باش نسولو على التعويض. ملي خرج نادى عليا وقال لي سي عمار. درت عنده وجهي وقال لي بقى جواب واحد مازال ما قلته. أنا خواف حيت كنخاف من الله، وهذا هو اللي خلاني نحكم بالعدل اليوم ونصفك.